الديبلاسمون والتغيرات ديال المكان ديال اللاعبين خلات على انه واخا نطيحوا في هاد المبارزات الفرديه ديال كنت متحمس لهاد المباراة هادي ديال المنتخب الامريكي والمنتخب المغربي لسبب بسيط، هو انه المنتخب الامريكي عارف على انه عنده دفاع اللي هو محكوم وكيدافعوا ككتله واحده وكمجموعه واحده، والخدمه كتبدا من الخط الاول عكس يعني الفرق اللي لعبنا ضدهم. لعبنا ضد المنتخب العراقي واخا كان عنده دفاع اللي هو متراجع، ولكن الخدمه ما كانتش من الخط الاول. الاهميه ديال الخط الاول ديال الاخوه يعني الدفاع اللي كيكون مع اللاعبين ديال المقدمه اللي كيكونوا واقفين في الامام مهمه بزاف. اذا خدينا مثلا هذا المشهد هذا ديال المنتخب المغربي اللي كان ضد المنتخب الامريكي، غادي نبدا به الفيديو. اذا لاحظت غادي تشوف على ان رحيمي خرج يضغط على هذاك اللاعب اللي خرج الكره بالنسبه للامريكان. الخنوس خصو يمشي يضغط وخصو يوقف مع داك اللاعب ديال السته. في هذه الحاله هذه وقع مشكل في الخط الاول ديال المنتخب، بالتالي الكره وصلت عنده. هذاك اللاعب لعب الكره وجا باريديس اللي هو الجناح الايمن ديال المنتخب امريكا، لعب له الكره. هذاك اللاعب غادي يدخل للعمق ديال الملعب، غادي يمرر الكره للزميل ديالو، وهنا لحسن الحظ غادي يتدخل لوحده وغادي يقطع هاد التسديده هذه. فشفتوا الكره من خطا بسيط اللي طرف الخط الاول ديال المنتخب الى محاوله خطيره علينا، وهنا النتيجه كانت 1-0. وهنا كنت ماركت لا قدر الله، فراه تقدر تكون النتيجه مشات الى سيناريو اخر. دائما ما كيكونوا في الدفاع جزئيات اللي هما فاصله، بحال مثلا الحاله هذه ديال اخو ماش كان خصو يغطي على داك الظهير والكره مشات عند الظهير والهجوم كمل بالنسبه للمنتخب الامريكي. في هذه الحاله هذه عاوتاني اللاعبين المغاربه كاملين بهم مطبقين الادوار ديالهم، الا انه حكيمي غيدخل في المبارزه اللي هي فرديه، وهنا غيخسر هذه المبارزه الفرديه، وهذه هي الجزئيه اللي كانت في الدفاع، وبالتالي غيكمل الهجوم ديال امريكا. انا اللي بغيت نوضح مع البدايه ديال الفيديو هو ان المنتخب الاولمبي اكتسب واحد القدره ديال التعافي، واخا يطيح في مواقف اللي هي صعيبه فدائما كيلقى الحل وكيعتق راسو من ديك المواقف. هذه ميزه شفناها مع المنتخب الاولمبي ومزيانه، وبغيت اني نوضحها مع البدايه ديال الفيديو. اذا لاحظتوا شحال من مره كنطيحوا في موقف تكتيكي صعيب، وفي الاخير المنتخب المغربي كيقدر على انه يسترجع الكره ويتعافى من داك الموقف. هذه حاجه جيده تكون عندنا. ودابا عاد نبداو في التحليل ديالنا. بطبيعه الحال كنا كنتسناو هذا التحدي اللي تفرض علينا في وسط الماتش، هو انهم غادي يغطيو عليك المركز، يعني ما يخليوكش تلعب الكره نحو المركز، ويكون عندك حل واحد هو انك تلعب الكره نحو الاظهره ديالك اللي هما زكريا الوحدي واشرف حكيمي. غتلعب الكره نحو الظهير، غادي يخرج عندك الجناح كما كتلاحظ في هذا المشهد هذا، الواحد يخرج عنده ذاك الجناح. غتنقل الكره نحو الظهير الايمن اللي هو اشرف حكيمي، غادي يخرج عنده الجناح كذلك، وغادي تبقى الدور في نص الحلقه وبالتمريرات اللي هما السلبيه. لقطه واحده اخرى عاوتاني حنا في المرحله ديال البناء كما كتلاحظ هنايا، وبالتالي ها هي الكره مشات عند قلب الدفاع. حل واحد اللي عنده مع الضغط ديال دوك اللاعبين ديال المقدمه غيخليوك تلعب الكره نحو الظهير كما كنلاحظوا هنايا. الظهير غادي يرجع الكره لقلب الدفاع في الاخير، وفي الاول فراه غتلعب الكره بتمريره اللي هي طوليه خلف البلوك ديالهم تجاه المهاجم ديالك، وهنا كتكون احتماليه كبيره على انهم هما اللي غيرجعوا الى حاله ديال الاستحواذ والكره غتضيع عليه، وهذا الشيء اللي طرا في هذه اللقطه هذه. بطبيعه الحال ما يمكنش اننا نتماشاو مع هذا الريتم هذا اللي فرضاته علينا امريكا، وهادشي علاش كنت كنتسنى الماتش وكنت متحمس ليه، لان كنت عارف بلي ان المنتخب المغربي غادي يلقى حلول ابداعيه ويقدر يكون مصدر ملهم بالنسبه للمنتخب الاول اللي كيعاني من هذا النوع ديال الانظمه. الترغالين كان هو الدينامو المحرك ديالنا، حيت انه كان كيتراجع مع قلوب الدفاع كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. لاحظ معي نفس التحدي، وانه الحل اللي عندك هو انك تلعب الكره نحو الاظهره، هما شادين عليك المركز. الترغالين غيلعب الكره وجابو كامير في هذه الحاله هذه، هادشي اللي خلى على انه هذاك المهاجم وذاك راس الحربه ديال امريكا غيخرج يضغط على بوكامير. لاحظ معي كيفاش هنا الجناح مستعد باش انه يضغط على الوحدي، ولكن هنا الكره ما غاتمشيش عند الوحدي. بوكامير غادي يرجع الكره عند الترغالين. لاحظ معي كيفاش تسحب عندك داك المهاجم عند بوكامير في الاول، وهنا الكره بحوزه الترغالين. عندنا خصنا نفهموا واحد القضيه، انت ملي كتاخذ الكره للجهه اليسرى فالكتله الدفاعيه ديالهم كتتحرك للجهه ديك الجهه اللي انت خديتي فيها الكره. في هذه الحاله هذه شنو خصك باش انك تنتقل للجهه اليمنى؟ خصك انت تهز الكره وتديها للجهه اليمنى، حيت ديك الجهه هي اللي غتكون ضعيفه عندهم، اللي هي الجهه ديال اشرف حكيمي. ترغالين هادشي اللي كان كيعطينا. شوف معايا كيفاش غياخذ الكره بسرعه في الاتجاه ديال اشرف. هنا هذاك اللاعب راه ما يقدرش يخرج يضغط على اشرف، علاش؟ لان في الخلف ديالو الخنوس وهما كيغطيو على المركز وماشي على الاطراف. اذا هنا اشرف حكيمي كيوجه راسو باش انه يستقبل الكره، لانه في الاول ملي ما كيكونش ترغالين فقلب الدفاع ملي كيعطي الكره للظهير، فانا الظهير كيرجع الكره من عند قلب الدفاع. قلب الدفاع اذا لعب الكره لقلب الدفاع الاخر فهادشي كياخذ وقت، وهادشي اللي كيخلي على ان الكتله عاوتاني ترجع تشكل، وهادشي اللي ما يعطينا حتى شي نتيجه. اما ترغالين هنا في هذه الحاله هذه كيعطينا السرعه في البناء، وفي نفس الوقت راه ما كيخليهمش يرجعوا الى اعاده التشكيل ويرجعوا يغطيو ديك الجهه. لا كملنا في اللقطه ديالنا، فراه هنا كنشوفوا الكره غتمشي عند حكيمي، وحكيمي ما كيتعارضش، واحد الضغط اللي هو مباشر، اضافه على انه كيتشكل عنده واحد المثلث ما بين اخو ماتش وكذلك الخنوس وكذلك اشرف حكيمي، وهنا هذيك الثنائيات ما بيناتهم
كتعطينا في الاخر اختراق ناجح وفي العمق ديال المنتخب الامريكي كما كتلاحظوا في هذا المشهد. الدور ديال ترغالين راه معقد شويه، وانا حاولت نشرحه بطريقه اللي هي بسيطه من خلال المثالين اللي وضحت لكم من هذه المشاهد هذو اللي فاتوا. اما بصراحه ترغالين خدمه كبيره مع المنتخب الاولمبي ويستاهل انه يكون مع المنتخب الاول. كنتمنى على ان والد الركراكي يكون كيتفرج فيه في هذه الاولمبياد. اضافه على انه الطريقه اللي كيقسم بها الملعب المنتخب المغربي عجبتني في هذه البطوله هذه، خصوصا ملي كيتحدث المنتخبات مصارعه دفاعيا 3 انا 3 له، 3 انا 3 له. وهنا غنشوفوا كيفاش كيستافد من هذا التوازن هذا. اذا خدينا هذا المثال هذا غتلاحظ معايا على انه الكره عند بوكامير هنا كيبان على انه غيلعب الكره توجه اللاعب اللي كاين في الجهه اليسرى اللي هو الوحدي. الكتله الدفاعيه كامله كتحرك باش انها تغطي على ديك الجهه. لاحظ معايا كيف دار ولعب الكره لترغالين. اذا هنا ترغالين كيشد الكره، ها هو كيعطينا السرعه في اخراج الكره، كره اللي هي مباشره للجهه اليمنى اللي فيها عندنا اخو موش وكذلك حكيمي وكذلك الخنوس. الخنوس شنو غيدير في هذه الحاله هذه؟ قبل ما ان الكره تمشي عند حكيمي كيخرج من ديك الكتله الدفاعيه باش كيكون كمحطه استلام بالنسبه لحكيمي. ها هو حكيمي غيستقبل الكره. شوف معايا كيفاش الخنوس هو خارج هذه الكتله الدفاعيه غيلعب الباس توجه الخنوس كما كتلاحظ معايا في المشهد. وهنا الثلاثي هذا ديال اخو ماش حكيمي وكذلك الخنوس غيرجع على الكره. هاد الثنائيه ما بيناتهم كتخلي انها تجبد عندك 3 ديال اللاعبين كما كتلاحظ في هذا المشهد. لاحظ معايا كيفاش غادي يدوي على حكيمي ويدي ليه داك اللاعب، وهادشي اللي يخوي الزاويه ديال التمرير بالنسبه لاخو ماش كما كتلاحظ في المشهد. هاد الثلاثي هذا اللي ما بين الخنوس وكذلك اشرف حكيمي وكذلك اخو ماش فيه مزايا زايده على الثلاثي اللي كاين في المنتخب الاول، واخا كاين واحد اللاعب مشترك بيناتهم اللي هو اشرف حكيمي. الثلاثي ديال المنتخب الاول اوناحي وكذلك زياش وكذلك اشرف حكيمي. وهنا الركراكي خصو يكون ذكي وخصو يعرف بلي انه دابا عنده جوج ديال الثلاثيات، واخا تشونجي دابا في المنتخب الاول مثلا فراه عمره غادي يطيح لك الريتم. هنا خصو الركراكي يعرف انه يستغل اقصى استغلال هذا المنتخب الاولمبي، لانه فرقه ديال 11 لاعب جاهزه تعطاتنا من عند الله. نكملوا في التحليل ديالنا. لاحظ معايا كذلك هذا المشهد هذا اللي كيوضح كيفاش عاوتاني كنستغلوا هذا التقسيم ديال الملعب. الكره رجعت ماشي عند ترغالين ولكن عند العزوزي مباشره. الكره ملي رجعت عند العزوزي غينقل الكره للجهه المعاكسه اللي فيها عندنا الوحدي والزلزولي كما كنلاحظوا هنا. وهنا غيكون عندنا الثلاثي هذا ما بين اميري تشاريسون وكذلك الزلزولي الوعدي. لاحظ معايا كذلك هذه اللقطه هذه اللي فيها السرعه والحركيه. شوف الحركه ديال اشرف حكيمي في اتجاه داك السهم الاسود مباشره. ترغالي ملي غيشد الكره اللي هي مباشره توجه اشرف حكيمي غتصعب الدفاع على المنتخب الامريكي كما كتلاحظوا في هذا المشهد هذا. لاحظ معايا كذلك هذه اللقطه هذه حنا رجعنا الى الحاله ديال الاستحواذ بلا ما نعطلوا الكره. امريكا ماشي في حاله ديال التشكيل، فهنا مباشره لواحد الكره اللي هي سريعه توجه الزلزولي اللي كنعطي الحل. وهنا من جديد كتصعب الدفاع على المنتخب الامريكي. وراه السرعه راه هي الحل ضد هذه المنتخبات اللي كتكون متكتله دفاعيا بلا ما تسناها ترجع تشكل فكتضربها بهاد الكرات هادو. وهادشي راه نفعنا في الاهداف ديالنا. رحيمي هنا متعرض للضغط عن طريق داك اللاعب، ما قررش على انه يعجن كره ولا يدور في كره ولا شي حاجه بحال هكذا، مباشره يلعب الكره توجه الخنوس لانه عارف الخنوس راه هو اللي غيشغل الكره توجه اللاعبين اللي منطلقين في الكونتر. خنوس عاوتاني غيفتش على شي زميل منطلق في شي مساحه اللي هي كبيره، شاف على ان حكيمي منطلق في الكونتر كذلك عنده مساحه كبيره اللي غيجري فيها، طول له الكره بديك الشكل. حكيمي كيتعرض لهاد المبارزه فرديه كيربحها، كيدوز داك اللاعب اللي هو باريديس انطلق في الكونتر مشى كيقدر على انه يماركي هذا الهدف هذا وكنا في زياده عدديه كاع. لاحظتوا السرعه في هذا التحول هذا راه هي اللي عطاتنا هذه الزياده العدديه، واخا كتبان انه ما استغليناش هذه الزياده العدديه، ولكن لاحظ معايا راه كون ما كانش هذه الزياده العدديه راكم مشاو بريساو على حكيمي من البدايه، ولكن بحكم ان هاد اللاعبين يعني كاينين فراه هادشي اللي خلى على ان حكيمي يسدد الكره باريحيه ومارك هذاك الهدف. وهادشي راه بان من خلال بزاف ديال اللقطات في وسط المباراه على انه كنا سرعه في التحولات ديالنا، وهذه نقطه اللي هي ايجابيه في المنتخب الاولمبي اللي مجددا كنتمنى على ان وليد الركراكي يحقق للمنتخب الاول اقصى استفاده من هذا المنتخب الاولمبي كما كنلاحظوا في هذه المشاهد هادو. ندوزو ونكملوا. الحركه كذلك كانت شي حاجه اللي هي حاسمه في هذا الماتش هذا. الحيويه ديال اللاعبين خلات على انهم الصعب التتبع ديالهم. اخو ماش لاعب اللي هو حيوي بزاف، كان دائما عنده حركه استباقيه على المدافعين الاخرين. لاحظ معايا في هذا المشهد هذا قبل ما انه يمسك الكره دائما كيقوم بواحد الحركه زائده باش كيموه حتى ديك المدافع اللي غيتدخل عليه، وهاد الحركه هذه اللي خلات على ان اللاعبين من الصعب التتبع ديالهم، وكذلك يعني حتى الديبلاسمون والتغيرات ديال المكان ديال اللاعبين خلات على انه واخا نطيحوا في هاد المبارزات الفرديه ديال 3 ضد 3 دائما كيكون عندنا حل اللي هو خارجي. العزوزي لاحظ معايا فين داخل قلب دفاع، شوف كيفاش عاطيك الحل. وبالمناسبه راه ترغالين هو اللي عاطي الحريه باش انه يكون عاطيك الحل بهذا الشكل هذا. وكذلك اذا لاحظتي معايا فراه غتلقى باللي رحيمي يعطيك الحل. شوف على حلول خارجيه عندك واخا تعطي في هذا الموقف هذا وسدوا عليك. فبصراحه المنتخب المغربي في الحاله ديال الاستحواذ منتخب اللي هو واعر، دائما عنده حلول اللي هي سواء جماعيه وكذلك حلول اللي هي فرديه، وكل ماتش راه كنشوفوا فيه تطور وتقدم الى الامام.
بالنسبه للحاله الدفاعيه ديالنا راه كنت دوزت شي حاجه مع المقدمه ديال الفيديو، ولكن في المجمل فراه كنا مزيانين، كنا كنضغطوا على منتخب امريكا، وحتى اللي توقعت في الفيديو اللي كان تحليل على منتخب امريكا، وقلت على انهم ملي كتضغط عليهم من الخط الاول فراه ما كيعرفوش يخرجوا الكره بطريقه اللي هي سليمه، وكيكون عندهم بزاف ديال التمريرات اللي هما خاطئين. وهادشي اللي كان في هذا الماتش هذا في اغلب فترات من المباراه، كانوا شي فترات اللي غلبوا فيها شي جزئيات كما ذكرت في البدايه، ولكن في المجمل فكانوا بزاف ديال التمريرات اللي هما خاطئين، وكنرجعوا بسرعه الى حاله ديال الاستحواذ كما كتلاحظوا كذلك في هذا المشهد. وكنت ذكرت هادشي في التحليل اللي كان عندنا المنتخب الامريكي. واللي عجبني هو انه اللاعبين واخا كيماركيو الهدف الاول فراه كيبقاو محافظين على نفس المبدا اللي بداو به المباراه، بحال اللي كينساو داك الهدف اللي ماركاو. هذه القضيه اللي هي مزيانه. عيب واحد وتعقيب واحد اللي عندي في وسط المباراه هذه بالضبط هما الكرات الثابته. شتي الكرات الثابته الاخوه ملي كينوض عليهم داك الصداع راه كتنقص من الفعاليه ديالها بتقريبا 70%. علاش؟ لان دائما الركلات الثابته راه كتحتاج واحد التركيز باش اللاعب يعرف حتى فين غادي يسدد، في النوايا ديالو يعرف فين غادي يسدد بالضبط. فراه هنا كتحس بلي اللاعب بحال اللي باغي يزرب على ديك الكره بس صاحبو ما يضربش قبل منه، وهذا راه كتبطل يعني 100% هاد الخطوره ديال هاد الكره هادي. فخص هاد المشكله تصلح والمدرب ينفذ كل واحد شنو يسدد. الا كانت شي ركله ثابته ولا شي مخالفه في الجهه اليمنى ها شكون يسدد، في الجهه اليسرى ها شكون اللي يسدد، في الوسط ها شكون اللي يسدد، الى اخره. كره بعيده ها شكون اللي يسددها باش تبقى انت مهني والمنتخب كذلك يمشي مزيان. علاش مثلا الركنيات ما كيدبزوش عليها اللعابه؟ وشوف معايا ملي ما غيتناقشوش على الركنيه كيف غادي تلعب بطريقه اللي هي مضبوطه وغتكون عندها فعاليه اللي هي كبيره. والامور هنا كامله مضبوطه، كل واحد عارف الدور ديالو. هنا اميري تشاريسون غيمشي عند اشرف حكيمي، كذلك اخو ماش حتى هو غيمشي عنده. هنا الخنوس غيكون على في منطقه اللي هي مخفيه. ريتشاريسون ملي غيمشي عند اشرف غيجور عنده جوج ديال اللعابه، فيدل على انه تا اخو ماش غادي يمشي عند حكيمي. ريتشاريسون غيستقبل الكره غيرجع الكره لاشرف. في هذه الحاله هذه غيكون عندنا الخنوس حتى هو منطلق اللي كان في منطقه اللي مخفيه. اشرف حكيمي غيدوز له الكره ما بين هاد جوج ديال اللعابه، واحد اللي كان مع اخو ماش وجوج اللي كانوا مع اميري تشاريسون. في هذه الحاله هذه شوف معايا الحركه اللي كانت مفاجئه من عند اخو ماش اللي خلات على ان الخنوس يبريباري له الكره، وهنا جات التسديده. الا انه هنا كانت خصها تكون من الافضل التسديده من اللمسه الاولى، ولكن هنا واخا وقفها سدد الطريقه اللي هي مزيانه، وهنا كان تصدي من الحارس. لاحظتوا الفعاليه ديال الركنيه ما تناقشوش على اللعابه، تلعبت بالوقت ديالها مضبوطه. شوف كيف مشات بالطريقه اللي هي واعره وشكلت خطوره. تكلمت على ترغالين في هذا الفيديو هذا من الناحيه الهجوميه وكيفاش كيفيدنا بصراحه، حتى دفاعيا راه كيفيدنا بصراحه. ترغالين عنده واحد الرؤيه تقنيه داخل ارضيه الملعب اللي كتخلي على انه يتوقع المسار ديال الكره فين غتمشي ويجيبها بسرعه. وحتى ملي كيكون في وسط مربع العمليات فراه دائما كيتخذ مواقع اللي هي مفيده واللي كتخليه دائما على انه يسترجع الكره بحكم انه كيتوقع الكره فين غتمشي بالضبط. هذه الميزه ديرها حتى عند امرابط ومزيانه تكون حتى عند ترغالين ويسال انه يكون في المنتخب الاول. الزلزولي كنشيد بالرؤيه التقنيه اللي كانت عنده في هذا الفيديو في هذا الهدف هذا، وبصراحه صلاح ديك المشكله ديال غبط راسك وزيد ولعب الكره بطريقه اللي هي عشوائيه. عرف على ان اخو ماش هو الاجدر باش انه يتلقى التمريره هذه. مره اخرى كيعطي واحد الاسيط وكيتزاد في الرصيد ديالو في هذه البطوله هذه، وهنا اخو ماش كيماركي هذا الهدف هذا. هنا جا الوقت باش انني نتكلم على ركلات الجزاء، على ركلتي الجزاء اللي تحصلنا اليوم. رحيمي عنده قدره هائله باش انه يوضع الكره في اقصى الزاويتين اللي كاينين في وسط المرمى، وهذه اكثر حاجه اللي غتخلي على انه يكون هو الاصدر من اجل انه ينفذ ركلات الجزاء. تلنا مزيان، ولكن راه ما كيوضعش راسو في افضل وضعيه من اجل التسجيل. راه تكون عندي الداتا ديال رحيمي اللي نكون عارف اقصى الزاويه اللي كيسدد فيها دائما راه نتصدر ركلات الجزاء ديالو. هانتوما تبعوا معايا هذه اللقطه هذه، رحيمي غيمشي بنفس الخطوات نحو الكره باش انه يسدد هذه الكره هذه. بالتالي راه الحارس عارف اللحظه فين غتسدد فيها. اطلعت معي على انه قبل ما يسدد رحيمي الحارس راه كان مرتاح من ديك الزاويه اللي غيسدد فيها رحيمي، حتى عارف على ان رحيمي جوج ديال المقابلات سدد تما. وهنا شوف الكره فين وصلت وشوف الحارس كيفاش مرتمي وواصل تما. هنا الحظ كان لعب رحيمي لان الحارس ما وصلش في الوقت المناسب والكره ماركات، وهذه كترجع عاوتاني للقدره والقيمه ديال الحارس. راه تحط شي حارس اخر مثلا بحال بونو ولا مثلا المهم شي حارس اللي كبير راه غيتصدى هذه الكره هذه. باش حنا كنتفاداو هذه المشاكل كامله كنديروا بزاف ديال الالعاب وبزاف ديال الحاجات اللي كيخليو ان الحارس يبقى مفيكسي لوقت اطول وما يوصلش لاقصى الزاويه، وبالتالي انت كتسدد بكل اريحيه. راه كيديرها رونالدو، كيديروها بزاف ديال اللعابه. وما نساوش عامل الوقت اللي كيأثر بشكل كبير نفسيا على الحارس. راه اللعابه الكبار في الكره راه كيتعطلوا باش انهم يضربوا ركله الجزاء، وحنا اللاعبين المغاربه ديالنا مباشره بعد الصفاره كيمشيو يشوطوا، وهادشي اللي كيطيح من النسبه ديال النجاح واحد ركله الجزاء. اذا ما كنتش كتتفق معايا ولا ما فهمتنيش رجع على الفيديو هذا غتفهم فيه اسرار ركلات الجزاء. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنظن انا عطيتكم بزاف ديال الحاجات في التحليل هذا اللي كان خاص بالمباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب الامريكي.
نتلاقاو في فيديو اخر على المنتخب اللي غادي نواجهو في الدور المقبل. لحد الساعه راه تلعب ماتش اسبانيا واليابان، والله ما عارف شكون اللي تاهل. غادي نمشي نشوف الحريره اللي تابعنا في الدور ديال الناس. نتلاقاو في حلقه مقبله، الى اللقاء.